جرايه يا معلم كولر؟ مالك كده مطنشني وكارفلي ومصدر لي الطرشه؟ ده انت حتى ما بقتش تحطني على الدكه في الاحتياطي. هو انا اكلت ورثك ولا قتلت حد من عيلتك؟ لا معلول يا ابني، ما تقولش كده. وعلى رأي الهضبة الأستاذ عمرو دياب، ما بتغيبش عن البال ولا ثانية. يمكن ما بجيبش كتير سيرتك، ودي حاجة تانية. اسمك يا معلول قدامي لو اتقال بيحرك قلبي في الحال. ما هو برضه الهضبه قال: حبيبي ولا على باله شوقي اليه، وانا شاغل بالي انادى عليه، وليالي كتير افكر فيه واحن اليه، وده مش حاططني في التشكيل. طب اعمل انا ايه؟ ما خلاص يا علولو، هنقضيها ألبومات وأغاني للهضبة. وبعدين انت متصاب وانا خايف عليك وسايبك لما تصحى وتستوي كده، وبعد كده اخليك تلعب ال90 دقيقة يا سيدي. يا عم كولر ما تحورش عليا، ما انت عارف ان صحيت ورجلي رجعت احسن من الاول كمان. وبعدين انت ما فيش حد عندك في الناحية الشمال، ده انا لو حتى بعرج هتخليني العب في الناحية دي حتى سد خانة. بص يا معلول، انا هجيبها لك على بلاطة. انا فعلا حطك في دماغي ومش هتخليك تلعب طول ما انا موجود. فاكر ساعة ما كنت ببني البيت بتاع اللي مشتريه في المريوطية، وقلت لك تعالى معايا هنطلع نقلة رملة مع بعض الدور الرابع، وانت مرضتش وقلت لي مش فاضي؟ صحيح، صدق اللي قال زي القطط تاكل وتنكر. نسيت لما جيت لك وشونت معاك الطوب والاسمنت بتاع الدور التاني والتالت؟ ده انا حتى ساعتها جالي شد في السمانة وانت ما رحمتنيش في التدريبات تاني يوم. يا ابني يا معلول ما تقولش الكلام ده. ده انا راجل سويسري، يعني الانضباط، يعني مش بدخل المواضيع في بعضها. تساعدني لكن اطرمخ عليك في التدريبات ضميري ما يسمحليش طبعا. يا سلام عليك يا كولر، ده انت هتخليني اعيط. وبالنسبه لنقله الرمله وان انا مش بلعب يعني، بقول لك ايه، انا هطلع على الكابتن محمود الخطيب واقول له على القصه من اولها لاخرها. لا لا يا معلول، الكابتن الخطيب لا، ده هو شايل ومعبي مني لوحده، وواقف لي على تكه ولا اي غلطه اعملها. بقول لك ايه، خلاص انا هخليك تلعب، بس ما تجيبش سيره لحد بالموضوع اللي اتكلمنا فيه ده. خلاص يا معلم كولر، اتفقنا. بس بقول لك ايه، انا كنت ساكن في شقه كده ومش عجباني يعني، فهعزل منها، فمعلش هتبقى تيجي معايا نشيل العزال مع بعض. انت بتردها لي يعني يا معلول؟ ماشي، هنقعد نقضيها احنا مواجب لبعض.